لنقل سرطان الرئة عادة ما يظهر في المرحلة الرابعة. في ذلك الوقت يصبح غير قابل للعلاج. معظم الحالات ستكون نتيجة إدارة سرطان الرئة سيئة جدا. لذلك يجب اكتشاف سرطان الرئة في المراحل المبكرة. لذا في معظم الأوقات سيكون سرطان الرئة دون أعراض في المرحلة الأولى والثانية. لذلك نحتاج إلى فحص سرطان الرئة لأولئك الذين لديهم عوامل خطر عالية. المرضى المدخنون بكثافة، الذين يدخنون أكثر من علبة سجائر يوميا لأكثر من 15 سنة، أو لديهم تاريخ عائلي لسرطان الرئة أو أي نوع من السرطان. هؤلاء المرضى يحتاجون إلى الخضوع لفحص سرطان الرئة حتى نتمكن من اكتشاف سرطان الرئة في المراحل المبكرة، حيث يمكننا تقديم علاج شاف وزيادة معدل البقاء على قيد الحياة. لذلك نحن نستخدم العديد من الأدوات للتشخيص. عادة ما تكون أداة الفحص هي الأشعة المقطعية بجرعة منخفضة. هذه هي أداة الفحص الأكثر شيوعًا لاستخدامها في فحص سرطان الرئة. بمجرد اكتشاف أي عقدة أو شذوذ، يمكننا إجراء تقييم إضافي باستخدام فحص DEET أو الأشعة المقطعية، ويمكننا أيضًا إجراء خزعة من خلال تنظير القصبات، أو باستخدام الموجات فوق الصوتية الموجهة عبر القصبات أو خزعة ثاتيس، حتى نتمكن من اكتشاف وتشخيص سرطان الرئة في المرحلة الأولى أو الثانية، مما يمكننا من تقديم علاج شاف يزيد من معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات إلى أكثر من 70 إلى 80%. عادة ما يظهر سرطان الرئة في المرحلة الرابعة. معدل البقاء على قيد الحياة يكون فقط بين 3 إلى 5%.